أما عندنا بقى مفاجأة كبيرة وحلوة وجميلة، بنقول إنه يوم 31 مايو بيكتمل القمر الاكتمال الثاني. يعني في شهر مايو ده اكتمل في أول الشهر يوم 1، في اكتمال تاني يوم 31، بس المرة دي هيكتمل في برج القوس الناري، في البيت التاسع بالنسبة لك أيها الحمل، وفي منزلة الغنايم المنزلة السعيدة أيها الحمل. طيب القمر هنا رب الرابع في بيت المشتري اللي هو القوس، يعني في التاسع بالنسبة لك أيها الحمل. أنا مش عايز الناس تتضايق من رب الرابع ورب الخامس، ما تشغلوش بالكم، احنا بنقول رب الرابع أو حاكم الرابع علشان الناس اللي فهمانا فلك واللي يعني مشغوله بموضوع الفلك تبقى فاهمه انا بقول ايه. لكن الناس اللي مش واخده بالها ما تلخبطش نفسها، تاخد بقى الزبده من بعد انا ما اقول رب الرابع ورب الخامس ورب الاول، دي للناس اللي عندها خلفيه. طب الناس اللي ما عندهاش خلفيه تاخد بقى اللي بعد كده. طيب يعني رب التاسع اللي هو القوس ده رب المشتري، ورب ال 12 اللي هو الحوت، لأن المشتري مرتبط بالقوس ومرتبط بالحوت. طيب في بيت شرف في السرطان، يعني في السرطان ده شرف المشتري، ما علينا، يعني البيت الرابع. طيب التأثير ده اللي يهم الناس كلها بقى، بيختتم الشهر أنواره في بيتك التاسع أيها الحمل، بيت الأسفار البعيدة، بيت الفلسفة، بيت القانون، بيت التعليم العالي. اكتمال القمر في منزلة الغنايم السعيدة هو مؤشر قوي أيها الحمل على حصد الثمار للحمل. هذا يعني وصول قضية قانونية لنهايتها، يعني أي قضية قديمة كانت معلقة اكتمال القمر بينهي كل القضايا العالقة اللي عدت قبل كده. انتهاء أي قضية عالقة خلاص بتوصل للنهاية بتاعتها أو لأوجها أو لأعلى مرحلة. الحصول على شهادة علمية مثلا ده كله موجود، ربما نجاح باهر في نشر فكرة أو رؤية عالمية. ارتباط حاكم هذا البيت اللي هو المشتري بيتك الرابع، الاستقرار يجعل هذا النجاح يصب في مصلحة أمانك الشخصي ومنزلك. انت بتنهي الشهر ده أيها الحمل، بتنهيه برؤية واسعة متجاوزا التفاصيل الصغيرة، وكأنك تقف على قمة جبل لترى أفق عصر الهواء بوضوح تام.